لما سألت كذا حد من الطلبة لقيت الأغلب ما يعرفش يعني إيه أوتوميشن أو ما عندوش المعلومة الكاملة، وحاصرين المجال بس في البي ال سي والكلاسيك كنترول. إن شاء الله في الفيديو ده هنحاول نعرف المجال بشكل واضح وننقل لكم خبرة مهندسين قضوا عمرهم في المجال ده، بحيث لو في حد لسه بيبدأ يقدر يعرف المجال ده مناسب ليه ولا لأ، وإزاي يقدر يوصل فيه للي هو عايزه بأسرع وقت من غير ما يشتت نفسه في المصادر الكتير. وهل المجال ده شغله في مصر محدود وفعلا فرص قليلة وأغلبية شغله صيانة، ولا المعلومة دي غلط؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المهندس عمرو رمضان وده ذا إلكتريك واي. في القناة دي احنا بنتكلم عن كل ما يخص الكهرباء، سواء كانت لفنيين أو مهندسين أو أي حد مهتم بالمجال. فاشترك في القناة ولايك للفيديو ويلا نبدأ مع بعض. مجال الأوتوميشن أو الأتمتة الصناعية نقدر نقسمه لثلاث فروع رئيسية. الفرع الأول وهو السمارت هوم، يليه البيلدينج مانجمنت سيستم، يليهم بعد كده الاندستريال اوتوميشن والانسترومنتيشن. طبعا اهم حاجه وانت بتختار المجال اللي هتكمل فيه لازم تختار المجال اللي بيثير فضولك ناحيته وبيخليك كل يوم عايز تعرف فيه اكتر، لان ده يعتبر حاجه هتقضي فيها اغلبيه عمرك. وهنا بتكلم عن اي مجال في الكهرباء عامه مش عن الاوتوميشن بس. اول حاجه معانا وهو السمارت هوم اوتوميشن او المنزل الذكي، وده خاص اكتر بالقطاع السكني. ولازم نفرق بين السمارت هوم كسيستم متكامل وبين اجهزه الاي او تي الموجوده زي الجرس الذكي او المصابيح من شركه فليبس اللي بنقدر نتحكم فيها عن طريق ابلكيشن على الموبايل. الحاجات البسيطه دي نقدر نعملها بالاي او تي. اما انا بتكلم عن سمارت هوم اللي هو نظام متكامل، سيستم كامل للمنزل بتاعك. السمارت هوم تكلفه اعلى وبالتالي السوق بتاعها اصغر في الوقت الحالي لانها لسه بادئه في الانتشار، وهتلاقي فيلل محدوده او اماكن معينه بس هي اللي مطبقه السمارت هوم بالشكل المتكامل بتاعه. والسمارت هوم في السنين الجايه هيبقى ليه فرص اكتر لان في شركات صينيه دخلت تنافس باجهزه باسعار اقل. وهنطلع من فكره السمارت هوم لحاجه اكبر وهي البيلدينج مانجمنت سيستم او البي ام اس، اللي انا اربط المباني كلها مع بعضها او اربط مدينه كامله مع بعض باعمده اناره الشوارع بغيره. والبي ام اس فيه فرص اكتر بكتير من السمارت هوم، وموجود حاليا فرص كتير في العاصمه الاداريه الجديده. وانا بحتاج الانظمه المتكامله دي كلها عشان اقدر اوفر في الطاقه واستهلاك الكهرباء اللي عندي. طبعا ليها استخدامات تانية غير كده بس ده اهم استخدام. اي طاقه هتقدر توفرها حتى لو كانت بنسبه قليله هتفرق جدا مع اصحاب المنشات الكبيره او اصحاب المصانع اللي هم الجزء الثالث معانا وهم الاندستريال اوتوميشن. والقطاع ده اللي منتشر حاليا بقوه وفيه فرص عمل كتيره ومنافسه كتيره قوي، سواء بقى الأتمتة في تصنيع المعدات أو تصنيع الأغذية أو تصنيع السيارات. كل الصناعات دلوقتي بنسبة كبيرة دخل فيها الأوتوميشن لأن هو بيوفر جزء كبير من الطاقة زائد العمالة زائد تقليل نسبة الخطأ زائد فوائد تانية كتير. المجال ده طبعا لو هتتعلمه وتعمل فيه بيزنس خاص ليك هيبقى فرصه كويسة أوي. تخيل تروح لمستثمر بنظام زي كده وهتوفر له أرقام كبيرة من الفلوس اللي كان هيدفعها. بس خد بالك إن النقطة دي هتبقى محتاجة منك صبر كتير ومجهود كبير لأن فرصه إن المنافسة قليلة في الحتة دي. وعشان تبقى شاطر في المجال ده لازم تتعلم الالكتريكال سكيماتكس، ازاي تقرا المخططات الكهربائيه وتفهمها بشكل كويس. بعد كده تنقل على المرحله الثانيه وهي الكنترول بانل، لان انت بعد ما فهمت المخططات هتقدر تروح تبص على اللوحات الكهربائيه وتشوفها بتتنفذ ازاي. وافضل حاجه تاخد مخطط حقيقي للوحه معموله بالفعل وتروح تقارن المخطط ده باللوحه الكنترول اللي اتنفذت قدامك. ولما تعمل كده مش هيساعدك في جزئيه التصميم بس، هيساعدك وانت بتصمم اللوحه وتنفذها كمان وفي الاختبارات بتاعه اللوحه. بعد كده هتقدر تنقل على البي ال سي بروجرامنج وعلى الدرايفز، ودي خطوه لازم تروحها بس بعد ما تخلص الخطوتين اللي فاتوا. ما تسبقش حاجه قبل حاجه. واهم حاجه التطبيق العملي، يعني انت ممكن تجيب مكونات وتوصلها مع نفسك ومش لازم المكونات دي تبقى مكونات جديده. في مكونات مستعمله ممكن تجيبها وتتعلم بيها. ولو حد عايز اي مساعده في موضوع المكونات ده يقدر يتواصل معانا على الجروب بتاع الواتس اللي احنا عاملينه الخاص بالكورس ده. وحاول تنزل تدريب عملي وتشوف لوحات الكنترول بتتم ازاي قدام عينك. هتقدر تستفاد من تجميعك للخبره دي، بس كن حريص على الاقل ان انت تستفاد حاجه من الاثنين، يا اما مرتب يا اما خبره. اما ما تضيعش وقتك في مكان لا فيه خبره ولا فيه مرتب. والمجال ده مش بيقتصر بس على المهندسين بس ولا على الشهاده، في ناس كتير فنيين وعندهم خبره كبيره في المجال ده، بس لازم تتعب وتشتغل على نفسك عشان توصل لحاجه كويسه. اما لو اكتفيت بالكلاسيك كنترول فده مش شغل اوتوميشن، ده يعتبر صيانه. وانا ما بنصحش اي حد يشتغل في المجال ده لانه ثابت والمشاكل معروفه والمرتب كمان قليل وصعب توصل فيه لمكانه كبيره. وخلي بالك برضو ان في ناس يعتبر في الوقت الحالي قطع شوط كبير في مجال الصيانه، بس انا بنصح حد لسه بيبدا وعايز يشتغل في مجال الاوتوميشن. احنا ده اول كورس معانا وهو كورس الكلاسيك كنترول،
وهنبدأ بالمخططات، بعد كده الجزء العملي، بعد كده البي ال سي، ولو في إمكانية ننقل على سمارت هوم أو بي ام اس هنعمل كده. بس أهم حاجة بأكد عليها عشان تتعلم صح لازم تطبق بإيدك. احنا عندنا على القناة هنا 2 بلاي ليست، واحدة خاصة بمكونات الباور اللي هي القواطع وغيرها، والبلاي ليست التانية خاصة بمكونات الكنترول من ريلي وتايمر وغيره، ودول بنشرح فيهم المكونات وطريقة توصيلهم ودورهم ايه في الدايرة. اما هنا هنشرح على طول المخططات والعملي بتاع توصيل الدوائر، وهسيب لكم برضو الداتا الخاصة بالكورس في لينك قناة التليجرام، وهسيب لكم برضو في قناة التليجرام لينك ويب سايت سيمنز اندستري مول، وده كنز حرفيا لان ده فيه كل البرودكت اللي بتصنعها سيمنز والداتا شيت بتاعتها، واحنا عارفين طبعا ان سيمنز تعتبر رقم واحد في مجال الاوتوميشن. والسلام عليكم.